النهارده معانا الأستاذ سليم عايز يقول لنا شعر. هو اللي عايز يقول شعر، ومن قبل ما يجي بيقول شرط عليا كمان ميعاد الشعر يقوله قبل الدكتورة منى، مش هيقوله كمان عشان يعني هو يعني صدقوني هو قال لي كده. أنا معلش حاجة. هو لسه بعد الدكتورة منى الناس هتبقى إيه يعني أخدت جرعة كبيرة جدا جدا، فمش مركزين معايا، فأنا قبل عشان يبقى ياخدوه وبعد كده الدكتورة منى تديهم الحاجات بتاعتك كلها، يبقى إيه أنا خدت الفترة الحتة حللني يا ابويا. انا عايز اقول بس كلمتين الاول مهمين قوي عن موهبه اسمها سرعه البديهه. ازاي نكتسب سرعه البديهه؟ سرعه البديهه دي الانسان بينميها جوه نفسه. ساعات تكلمي حد او تكلم حد تبص تلاقيه كمل كلامك او فهم انت عايز تقول ايه من غير ما تكمل. فسرعه البديهه دي ازاي نكتسبها؟ انا عندي مشكله في الشغل او حاجه في الشغل او في البيت او في الكنيسه او في النادي حصلت، قبل ما اروح تاني يوم اتوقع اسئله معينه هتسالها، والاسئله دي مهمه جدا. اقوم احضر الاجابات بتاعتي واختار احسن اجابه، ولما اروح ارد بسرعه فيقتنعوا. لان بيقول لك ايه؟ سرعه الرد بحكمه نص الاقناع. يعني الانسان لما تساليه سؤال ويجاوب بسرعه بحكمه نص الاقناع. هديكم ثلاث امثال على الحاجه دي. برنارد شو كان كاتب مسرحي عظيم، كان نحيف جدا، كان قاعد مع رئيس وزراء بريطانيا، كان تخين جدا. فبيقول له يا برنارد، قال له نعم يا سيدي، قال له من يراك يظن ان بريطانيا العظمى فيها مجاعه؟ قال له نعم سيدي، ومن يراك يعرف سبب المجاعه. واحده تخينه قوي ركبت ميكروباص فزنقت واحد كده ولا حاجه فاتضايق منها، فقال للسواق ايه؟ يا سواق. قال له نعم. قال له مش تقول ان انت العربيه دي بتركب افيال؟ فردت عليه قالت له هذه السياره مثل فلك نوح فيها الافيال والحمير ايضا. ما قالتش حاجه غلط، هي الفلك نوح في ده وفي ده، يعني ما غلطتش. واحده بتقول لزميلها في الشغل انت لو جوزي انا اسقيك البن في سم. قال لها وانت لو مراتي اشرب القهوه وانا عارف ان في سم، يعني هيخلص يعني. ده سرعه بديهه الرد. هنقول بقى الشعر. عايز ابطل اكل، عايز ابطل اكل واخفف الحمل على عظمي وابقى مقبول الشكل واريح جهازي الهضمي. كل ما احس اني جعان، كل ما احس اني جعان اجري على المطبخ طوالي. ممكن اكل وانا شبعان واحس ان في واحده بصالي. اصبر على الجوع تحس بشبع، وكتر الاكل يحسسك بالجوع، وعمر الجوع ما يسبب وجع، وكتر الحشر يخليك موجوع. المعده هي بيت الداء، عضله شغاله ليل نهار، وبيت الداء يحتاج دواء برشام ومهضم وفوار. ادي فرصه المعده ترتاح، بطل اكل بين الوجبات، تاخد نفسك تحس بارتياح، تعرف تنام بدون تقلصات. حل المشكله مفتاحه معاك، امسك نفسك وامشي بنظام، بالاكل الصحي يتم شفاك، لا تحتاج دعامه ولا تغير صمام. النظام اساسه مش حرمان، دي عزيمه وقوه واراده. نظم اكلك تعيش في امان وتخلص من الزياده بشويه رياضه. حافظ على وزنك بقدر الامكان، لا تحتاج تكميم ولا تحتاج تدبيس ولا دايت ولا حرمان ولا تروح للدكتور منى رضامس.